عمليات الثدي بتنقسم لكذا نوع. في بعض الحالات بيبقى حجم الثدي كبير قوي لدرجة ان الواحدة ما بتبقاش قادرة تلبس الهدوم اللي هي عايزاها، بتضطر تلبس هدوم واسعة عشان تخفي حجم الثدي ده. كبر حجم الثدي مش بس ليه تأثير على الشكل الجمالي، لا بيبقى ليه تأثير على حالة الجسم، ممكن يأثر على الفقرات الصدرية والعنقية. تصغير حجم الثدي بيبقى الأنسجة بتاعت الثدي متضخمة، فبنعمل جرح بشكل معين اسمه جرح اللوليباب، بيبقى حوالين الحلمة بتاعت الثدي ونازل جزء بسيط كده بالطول. عمليات تكبير حجم الثدي دي بيبقى الثدي يعني صغير من غير ما يبقى فيه ترهل في الجلد، فبنكبر حجم الثدي شويه. التكبير بيبقى عن طريق حقن الدهون او عن طريق حشوات السيليكون. الفرق ما بين حشوات السيليكون وحقن الدهون بالنسبه للثدي: حقن الدهون ممكن الدهون يحصل فيها تكسير او امتصاص جزء منها، فبنحتاج نخش سيشن تاني نعمل اعادة حقن الدهون. اما بالنسبة للسيليكون، السيليكون لا، بيبقى الشكل بتاعه ثابت وبنحصل على الشكل البارز اللي احنا عايزينه. لكن الاتنين كتكبير لحجم الثدي لا، بنقدر نحصل على حجم ثدي كويس بعد العمليتين.